بتدور أحداث الفيلم جوه أحد السجون لسجين اسمه أدريان مسجون بتهمة سرقة مبلغ كبير من أحد البنوك. مراته بتزوره في السجن وجايباله رسمة بنته بعتتها له. بيدخل عليهم الضابط وبيقول لهم الزيارة انتهت. كان في عصابة في السجن بتبيع مخدرات ودايما مستقصدة أدريان لأنها عايزة تعرف هو مخبي الفلوس بتاعته فين. بيهددوه لأن معاهم الضابط المرتشي. أدريان كان بيعلق الرسومات اللي بنته بتبعتها له على الحيطة. كان قاعد معاه في الزنزانة مسجون هادي جدا وطيب. كان اسمه مورييل وكان دايما بيكتب مذكراته اليومية وبياخد دواء معين. كان متهم بجريمة تحرش لكن دايما بيقول ان انا بريء وواثق ان العدالة هتثبت براءته. بيدخل عليهم الضابط وبيقول لهم ان في تفتيش وهم واقفين في الطرقة بيلاقوا العصابة بتدي للضابط رشوة علشان يسيبهم ينفردوا بالسجين مورييل، وبيجروا شكل أدريان وبيحذروه ان هو يتدخل. وبالليل أدريان بيتكعبل في المذكرات بتاعة مورييل. قرا المذكرات بتاعته لقى كاتب فيها ان هو بريء وهيخرج قريب. أدريان صدق ان مورييل بريء فعلا. وبالليل باب الزنزانة بيتفتح وعصابة السجن بتدخل وقالوا لأدريان ما تتدخلش، وفعلا بيخرج وبيقف قدام الكاميرا في الطرقة وهم عمالين يضربوا مورييل ويهنوه، وكل ده والظابط شايف كل حاجة. لحد ما صوته عالي وطلع دخل أدريان علشان ينقذه، وهناك اتخانق مع العصابة وبدأوا يضربوا في بعض. ولما اتكتروا عليه جه الأمن وفرق ما بينهم. أدريان شال الرسمة اللي بنته كانت بعتها له من على الأرض. مورييل شكره انه نجده من ايد المجرمين. زوجة أدريان كانت دايما بتزوره في السجن ومعاها البنت وبتقول له قولي على مكان الفلوس ولازم تثق فيا. قال لها الموضوع ملوش علاقة بالثقة. قالت له افرض حصل لك حاجة جوه السجن. قال لها لو حصل لي حاجة هتلاقي الفلوس. في نفس الوقت زوجة مورييل كانت بتزوره وبتواسيه وتشجعه انه يتحمل وانها واثقة من براءته. أدريان كان متضايق من زوجته انها جايبة البنت هنا. قالت له هي كانت عايزة تشوف باباها. قال لها انا هنا مجرم مش باباها. البنت كانت معاها أرنب صغير اللعبة بتاعتها، وهي بتجري بره خبطت في زوجة مورييل. زوجة مورييل ما كانتش بتخلف وحبت البنت جدا، ولما كلمتها البنت مردتش عليها وعيطت. مامتها جت وقالت لها الدكاترة قالوا انها هتتكلم بس مش دلوقتي. وفي يوم المساجين كانوا بيحضروا عرض موسيقي كترفيه. جه واحد من ورا أدريان وهدده علشان يقوله على مكان الفلوس اللي سرقها، لكن أدريان دافع عن نفسه وحصلت خناقة. فقد التوازن ووقع على الأرض، وهو بيفوق كان في المستشفى. فتح عينيه لقى مورييل قدامه بيقول انا جاي اطمن عليك لاني خارج. القاضي حكم لي بالبراءة وانت ليك جميل عندي وعاوز اردهولك، لو عايز اي خدمة من بره اؤمر. قال له شكرا. مورييل قال له براحتك وساب له نمرة تليفونه. ادريان حس انه ممكن يثق في مورييل. لما مشي نده عليه ادريان وقال له عاوزك تبلغ زوجتي رسالة لاني كويس. وجمع مورييل حاجاته من الزنزانة وكل حاجة حتى الشعر اللي في الفرشة، وخرج من السجن. كانت زوجته مستنياه. خرج أدريان من المستشفى وراح الزنزانة بتاعته. وهو شغال الضابط جه وقال له في زيارة علشانك. افتكرها مراته. راح لقى واحد غريب عنه وشكله غريب. قال له أنا جايلك بخصوص مورييل، ده شخص مغتصب وقاتل محترف. قال له ده طلع براءة. قال له مراته كانت عند القاضي في البيت واديت له رشوة ومحدش قادر يمسك عليه دليل، ولما أنا مشيت وراه وجمعت عنه معلومات كان جزائي إنه حرق بيا الشقة ومراتي ماتت. ده شخص مضطرب وغير متزن. أدريان ما صدقش كلام الراجل ده، لكنه قال له أنا ضابط شرطة واداله العنوان بتاعه ورقم التليفون. أدريان قلق واتصل بمراته في التليفون لكن ما كانتش بترد. كان بيفكر في طريقة يخرج بيها بره السجن عشان يلحق مراته وبنته. وفي يوم كان بيشتغل ودخلت عليه العصابة بمساعدة الضابط المرتشي، وقال لضابط الكاميرا افصل الكاميرا علشان ياخدوا راحتهم. وبدأ يضربوا أدريان وكانوا جايبين له مفك علشان يموتوه بيه. أدريان تخلص منهم على آخر لحظة ومسك المفك ضربهم بيه. وجه الدور على الضابط، طلع يجري بره الأوضة والدم مغطي وشه. بيستنجد بالضابط يفتح له الباب لأن المفاتيح مع المساجين اللي عاوزين يقتلوه، وفعلا فتح له الباب وجري وهو لابس هدوم الضابط وخدع الحراس وجري بره السجن وعدى شريط القطر واختفى. ليلي كانت ضابط شرطة كفء جدا وبتطارد المجرمين الهاربين من السجن، وكانت بتقبض على متهم هارب. رئيسها في الشغل كلفها بمهمة جديدة وهي القبض على أدريان. ليلي كانت عاوزة تاخد اجازة بعد المجهود اللي بذلته. مورييل كان في السوبر ماركت وهناك شاف بنت صغيرة أعجب بيها وراح يكلمها. قال لها ممكن توريني باب الخروج لأني تهت في السوبر ماركت الكبير ده. وفي نفس اللحظة أم البنت بتنده عليها. وهو ماشي ورا البنت شاف في الأخبار إن أدريان هرب من السجن. وهو بيركب العربية مراته بتكلمه وخايفة لأن أدريان هرب من السجن. بيقول لها ما تخافيش احنا معانا بوليس التأمين. ليلي قالت لهم في واحد اتصل وبلغ عن عنوان شقته. في نفس الوقت أدريان راح شقته ودخلها
ودور على زوجته وبنته ملقاش حد. غسل جروحه ولبس هدوم جديدة وكتب لمراته رسالة إنها ما تثقش في أي غريب. لقى لعبة الأرنب بتاعت بنته وقع على الأرض، خدها معاه وخرج بره الشقة. وهو خارج كان البوليس وصل وطالع السلم، فكر بسرعة واستخبى. البوليس دخل الشقة ودور، لاحظ إن في آثار دم في الحوض. ليلي دخلت الأوض وشافت رسومات البنت وشافت الرسالة اللي أدريان سابها لزوجته. ليلي وهي واقفة في الطرقة لاحظت حركة غريبة في الدولاب اللي في الطرقة، قربت بحذر، لقيته أدريان. قال لها أنا مش معايا سلاح والقانون يمنع إنك تطلقي النار على حد أعزل. فجأة نط على الضابط اللي طالع السلم ونزلوا هما الاتنين على عربية الشرطة. وبدأت ليلي تطارد أدريان في الشارع. كانت مطاردة مثيرة. الفيلم معالجة سينمائية رائعة جدا لفيلم الهارب ذا فيوجيتيف اللي قدمته لحضراتكم هنا في القناة قبل كده. وبيجري أدريان بين العربيات وبيتجه لمحطة القطر، وليلي وكل أجهزة الشرطة بتطارده. وهي بتجري وراه فوجئت إنه نط على القطر وعدى من قدامهم ومعرفوش يمسكوه. اتشعلق في الحزام بتاعه ونزل على شباك القطر، كسر الشباك وشد فرامل القطر ونزل منه زي الباشا. بيهرب أدريان وبيركب عربية نقل وبتوصله لحد المقابر. بيروح هناك علشان يطلع الفلوس بتاعته. أدريان بيفتح غطا المقبرة ملقاش الفلوس، حس إنه خسر كل حاجة. وهو بيغطي المقبرة تاني شاف جثة، اكتشف إن هي جثة مراته. دلوقتي بقى في دوامة، مراته اتقتلت وبنته مش عارف هي فين. يبقى أكيد كلام الضابط اللي زاره في السجن عن موريال كان حقيقي. أدريان بيتصل بموريال على الرقم اللي هو اداهوله وبيقول له بنتك في الحفظ والصون وهتفضل كويسة طول ما انت ما بتحاولش توصل لها، لكن لو فكرت هقتلها. في الوقت ده كان موريال بيورط أدريان في جرائم القتل اللي هو ارتكبها، بينشر الدي ان ايه بتاع أدريان اللي أخده من فرشة الشعر والفوط، وساب خرايط بأماكن الجثث دي. فريق ليلي جات له إخبارية بمكان وجود الجثث. توجهوا للمكان اللي كان فيه موريال، لقوا خرايط للأماكن اللي الجثث متجمعة فيها، ولقوا الحمض النووي أو الدي ان ايه بتاع أدريان في المكان. طول الوقت وأدريان ماسك اللعبة الأرنب بتاعت بنته وبيفكر فيها. تاني يوم الشرطة بتروح لأحد الأماكن اللي كانت موجودة على الخريطة. راحوا المكان البلاغ وفتشوا، وبيجي والد أحد الضحايا. ضابط شرطة متقاعد. بيلاقوا جثة البنت والراجل بينهار تماما، وبيلاقوا الدي ان ايه بتاع أدريان في المكان. ضابط الشرطة كان بيلوم ليلي إنها سابته يهرب من غير ما تضرب عليه نار، كانت حاسة إن أدريان وراه حاجة غامضة. أدريان راح للضابط اللي جاله السجن، هجم عليه وهو بيركن العربية وخد منه المسدس. الضابط حب يطمنه وقال له أنا عاوز أساعدك، ووراله ملفات كتير لمجموعة من البنات المخطوفين، منهم بنت ضابط شرطة سابق، وقال له مش عارفين نمسك عليه دليل واحد. أدريان قال له أنا كلمته في التليفون وده رقمه، ممكن تشوف مكان المكالمة. وفعلا الضابط خرج وراح اسم الشرطة علشان يقدر يحدد مكان المكالمة، وكلم أدريان وقدر يحدد البلد اللي كان بيتكلم منها موريال. وهو كان في السجن كان بياخد علاج، أكيد البلد اللي هو فيها دلوقتي لازم يكون فيها صيدلية كبيرة. وهو بيكلمه الشرطة بتيجي علشان تحقق مع الضابط. أدريان بيفتكره هو اللي بلغ عنه وبيهرب من البيت على الجيران، والشرطة بتحاوط المكان. وأدريان بيهرب في نفس الوقت. ضابط الشرطة بيخرج بره القسم وبيعرف من زميله إن ليلي طالباه التحقيق لأنه زار أدريان قبل كده في السجن وهو عنده في البيت دلوقتي. أدريان بيجي من ورا ليلي وبياخد المسدس بتاعها وبيهددها، وقال لها أنا بريء وكل اللي أنا عايزه إن أنا أوصل لمراتي وبنتي. قالت له لو بتدور على مراتك وبنتك ليه قتلت البنات دي؟ اتفاجئ بكلامها وقال لها انا ما قتلتش حد. قال لها في حد بيورطني في الجرايم دي، وسابها وهرب. الشرطة بتضرب عليه النار لكن بيكمل جري. في نفس اللحظة بيوصل ضابط الشرطة بعربيته وبياخد أدريان وبيهرب بيه. الشرطة بتطاردهم لحد ما بيدخلوا على كمين والشرطة بتضرب نار عليهم. الضابط بيتصاب إصابة جامدة وبيقول لأدريان نط من العربية لأن خلاص هموت. لما بينط من العربية الضابط بتتقلب بيه العربية وفعلا بيموت. أدريان بيهرب ويخش جوه الغابة. ليلي وكل فريق الشرطة بتطارده، وبيوصل رئيس الشرطة وبيطلب دعم كمان بالكلاب البوليسية. وضابط الشرطة المتقاعد كان ناوي على الانتقام وكان بيشغل جهاز الراديو على إشارة الشرطة. أدريان بيسرق عربية علشان يعرف يتحرك بيها ويوصل للبلد اللي فيها موريال. راح المكان اللي فيه الصيدلية الموجودة في البلد، لقى إعلان عن شقة فاضية للإيجار. طلع البيت وفتح الشقة الفاضية بالطفاشة ودخل قعد جنب الشباك علشان يراقب الصيدلية. ليلي كانت عمالة تجمع الخيوط جنب بعض. ايه اللي يخلي واحد زي أدريان يهرب من السجن وهو باقيله على عقوبته 3 شهور؟ ومين الشخص اللي اتصل بيهم وبلغ عن مكان شقة أدريان؟ وفي يوم موريال كان في السوق هو ومراته والبنت الصغيرة، شافوا صور أدريان على صفحات الجرايد وفي التلفزيون. والبنت شافت صورة باباها. زوجة موريال بتيجي علشان تشتري لها فستان، بتبص كده لقت موريال بيبص على البنت اللي كان قابلها في السوبر ماركت وقال لها أنا عاوز البنت دي. قالت له بس خطر إن احنا ناخدها من مكان عام،
في شهود كتير. قال لها ما تقلقيش، كل شيء مترتب له. وهي ماشية الزوجة ندهت على البنت وطلبت منها عنوان أقرب دكتور. وطلبت منها إنها تركب معاهم علشان يوصلوها بالمرة. البنت شافت الطفلة اللي ورا واطمنت وركبت جنب مورييل. مورييل مشي بالعربية وموقفش في المكان اللي كان بيسأل عليه البنت. بدأت البنت تشك، خصوصا إنه كان بيسألها أسئلة شخصية محرجة. حبت تهرب من العربية. كانت زوجة مورييل بتحط المخدر في المنديل وهجمت عليها، لكن البنت قاومت وهربت بره العربية. جري وراها مورييل بمنتهى الهدوء والثقة، وهو بيطاردها شافها مزارع بيرش الجنينة بتاعته بتجري. جاي يوقفه ويكلمه، مورييل خد منه السكينة اللي معاه وطعنه بيها وموته، وطارد البنت لحد ما مسكها وسابها ميتة وسط الشجر. ليلي بتجيب شرايط أدريان في السجن وبتسمع الكلام اللي ضاربينه بين زوجته والظابط. سألت ظابط زميلها عن مورييل، أكد لها كلام الظابط اللي زار أدريان في السجن إنه اتهم قبل كده بعدة جرائم تحرش واغتصاب، لكن محدش قدر يمسك عليه دليل واحد. أدريان كان بيراقب الصيدلية وهو بيفطر طعمية. فجأة شاف مورييل لبس هدومه، وفي نفس الوقت كان صاحب الشقة بيفرج زبونة على الشقة. شاف أدريان وهو بيهرب منها وبلغ البوليس. فضل ماشي وراه بالعربية وهو مصاب لحد ما وصل للبيت بتاعه وشاف بنته مع مورييل، وتأكد إنه شخص مريض ولازم يتعامل معاه بمنتهى الحذر. مش بس هو ومراته كمان. نظرات أدريان لبنته كانت كلها شفقة وخوف عليها، وكان مستغرب ازاي مورييل قادر يخبي الوحش اللي جواه ده ويخدع الناس بالابتسامة اللي على وشه واللي هو نفسه اتخدع فيها. الشرطة بتحقق مع صاحب الشقة وعرضوا صورة أدريان على أم البنت اللي اختفت، وقالت لهم مش متأكدة إذا كان هو اللي كان واقف معاها في السوبر ماركت ولا لأ. لما زوجة مورييل دخلت بالبنت الصغيرة البيت علشان تنيمها، أدريان بيدخل البيت من البلكونة وبيدور في الأوض على بنته بمنتهى الحرص. بيشوف الرسومات بتاعتها لحد ما بيلاقيها. قرب من بنته بهدوء وحذر وطلع لها الأرنب بتاعها. أول ما شافته فرحت وحضنته كأنه أخيرا قدر يحقق اللي هو عاوزه. ليلي بتوصل بيت مورييل وبتسأله عن أدريان إذا كان تواصل معاه بعد ما خرج من السجن ولا لأ، وبتكلم زوجته وبتلاحظ وجود رسومات البنت الصغيرة اللي شافتها قبل كده موجودة على الحيطة. بتودعهم وهي شاكة في الأمر. أدريان وهو بياخد بنته علشان يهرب بيها بيجي مورييل وبيهدده بالبندقية علشان يسيب البنت وإلا هيقتله ويقتلها، لكن مرات مورييل بتترجاه إنه ما يقتلش البنت، وقال له أنا تاني مرة بشكرك، بسبب فلوسك بقى عندي البيت الكبير ده. وقبل ما يضرب أدريان بالنار، ليلي بتوصل وبتهدده بالمسدس، والاتنين بيضربوا نار على بعض. أدريان بياخد بنته وبيهرب بيها. مورييل بيفوق وبيجري ورا أدريان. الشرطة بتتجه لبيت مورييل وبيمشي وراهم ضابط الشرطة المتقاعد اللي عاوز ينتقم لبنته. زوجة مورييل بتمسك المسدس وبتحاول تقتل ليلي، لكنها بتفوق وبتضربها وبتقع وبتاخد المسدس وتخرج. الشرطة بتشوف مورييل وهو بيطارد أدريان وماسك البندقية. فجأة أدريان تعب بسبب الإصابات الكتيرة اللي في جسمه. بيقول لبنته اجري علشان مش قادر يشيلها. فجأة بيلاقي البنت بتقع وهو بيقومها. كان مورييل وصل لهم، وفجأة وهو بيكلمه بيضربه بالنار وبيقع من على الجبل لكنه بيتشعلق في شجرة. هنا مورييل بيصوب البندقية ناحية البنت، وقبل ما بيضربها الضابط بيوصل. مورييل بيتظاهر انه قبض على أدريان وبيقول للضابط تعالى شوف. في نفس الوقت كان بيصوب البندقية على الضابط، وقبل ما يضرب النار بتيجي ليلي وبتضرب مورييل بالنار في دماغه. ليلي بتكلم أدريان وبتقول له أنا عرفت كل حاجة. في نفس الوقت بيجي الضابط والد البنت وبيضرب نار على أدريان اللي بيقع في النهر. بيفتشوا النهر لكن مش بيلاقوا غير جثة مورييل، وقالوا يمكن النهر جرب جثة أدريان بعيد. ضابط الشرطة بيشكر ليلي وبيعتذر لها إن هو ما كانش واثق فيها. ودوا البنت ملجأ، وكانت ليلي دايما بتروح تطمن عليها. مديرة الملجأ قالت لها وصلت لرسالة للبنت من مجهول، لكني صورت الرسالة. ليلي بتفتح الرسالة لقيتها رسمة. ابتسمت أول ما شافتها. البنت بتبص للصورة ونطقت أخيرا. لو الفيلم عجبك ادعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.